بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من برنامج الكورة مع العشر. المباراة التانية على التوالي، خسارة نادي الزمالك بنتيجة 2-1، والاستمرار بنفس الأخطاء الفنية والتكتيكية من في أرض الملعب من المدرب العبقري أوسوريو وجهازه الفني اللي بسم الله ما شاء الله عليهم، سواء مدرب حراس لا ينفع، ولا مدرب مساعد ينفع، ولا حتى مدير كورة ينفع. من النهاية مفيش ربط وظبط في الملعب. اللعيبه مش حاسه ان في راجل موجود اصلا في الملعب كمدير فني ولا كجهاز موجود معاه. عشان كده فتوح وصبحي والزناري ما سمعوش الكلام وخرجوا من المعسكر ومنفذوش التعليمات. واتمنى اي لاعب ايا كان اسمه وايا كان قيمته يتعاقب، حتى لو كان مين. فتوح غلط يتعاقب، صبحي غلط يتعاقب، الزناري غلط يتعاقب. احنا ما نعرفش الحق فين، وما نعرفش اللعيبه عندها حق ولا الجهاز الفني اللي عنده حق، ولكن الواقع دلوقتي اللي قدام ان اللعيبه خرجت من المعسكر قبل المباراه ليه وعشان ايه وايه السبب. المفروض الكلام ده نعرفه، واللعيبه دي تعاقب، غلطانه تعاقب، الجهاز الفني غلطان يتعاقب. هنخرج من النقطه ديت. هو يا عم سوريو، هو انت كل ماتش بتعمل افتكاسات في الملعب، اللعيبه مش قادره تجري في الملعب، ومفيش لاعب قادر يجري كوره، ولا في لاعب قادر يعمل هجمه. اللهم الهجمه اللي انت جبت بيها جون وبعد كده ما عملتش حاجه. فيعني فهمني انت بتعمل ايه اصلا؟ يعني انت وجودك في الخط بتعمل ايه؟ شويه بتتنطط لي وشويه عدل على ركبك وشويه مش فاهم. انت ما بتفهمش حاجه. فين الجهاز الفني بتاعك؟ برضه ما بيفهمش حاجه. والكل كان معترض عليه من البدايه، سواء مدحت عبد الهادي ولا عبد المنصف ولا عبد الواحد ولا احمد مجدي، الكل اعترض عليهم في وجودهم من البدايه منذ تعيينهم. ولكن الكل سكت ودعم واستمر. ولكن ايه النتيجه؟ بناخد فوق دماغنا. كسبنا ايرتا سولار، الفرقه اللي مش موجوده على الخريطه بالعافيه 4-1. فانا مش فاهم مستمرين على هذا الفشل ليه؟ مستمرين على المدرب الفاشل ده ليه؟ انا مش فاهم. فان شاء الله باذن الله في مدير فني اجنبي قادم لنادي الزمالك. يا ترى قبل مباراه بيراميدز ولا بعد مباراه بيراميدز اللي هتبقى يوم الاربعاء ان شاء الله الساعه 8 في استاد القاهره، في مباراه قبل النهائي امام بيراميدز والمدرب باتشيكو، والعام الثاني على التوالي مباراه قبل نهائي بين الزمالك وبيراميدز في كاس مصر. السنه اللي فاتت بيراميدز خرجتك عشان كنت مستمر على المساعدين فيريرا، او مستمر على فيريرا، ايا كان النتيجه كان وقتها وايه كان السبب. وانا محمل المسؤوليه عبد المقصود واسامه نبيه في المباراه اللي فاتت في الجهاز الفني بتاع فيريرا. ولكن خلاص دي فتره وعدت. دلوقتي انا بحمل المسؤوليه لاوسوريو ومدحت عبد الهادي واحمد مجدي وعبد الواحد السيد وكل الجهاز الفني، لانهم ولا واحد فيهم يستحق. طيب هنقول ان اوسوريو مكمل. انا عايز افهم اوسوريو مدي للعيبه راحه بكره ليه؟ بدل ما اللعيبه تكون جاهزه وتتدرب وتتعاقب في التدريبات وتدريبات قويه، ادوهم راحه قبل ماتش انا لسه خسران وخسران ماتش قبله. ادوهم راحه ليه؟ وابقى خسران برده من ايه بدوهم راحه 48 ساعه ليه؟ نفسي افهم مين الدماغ القويه اللي موجوده في نادي الزمالك والعبقريه اللي بتدي كده. هو الاسطوري اللي بيدي راحه في واحد اسمه مدحت عبد الهادي وواحد اسمه عبد الواحد السيد يتكلموا، ولكن دول انا يعني مش عايز اغلط فيهم احتراما، يعني ان هم يعني موجودين في جهاز نادي الزمالك. والله اجتماع مجلس اداره نادي الزمالك يوم الاحد ان شاء الله، وقرارات على فتوح والزنار وصبحي بعد المذكره اللي هيقدمها عبد الواحد السيد، وقرارات ضد الجهاز الفني. يا ترى هيبقى في جهاز فني مصري مؤقت هيدير مباراه بيراميدز، او سوريا هيدير مباراه بيراميدز ونشوف مدرب اجنبي تاني، او في مدير فني اجنبي خلاص بيخلصوا فيه وهيمسك مباراه بيراميدز؟ حتى هذه اللحظه مفيش قرارات. حتى لما اتكلم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك بعد المباراه اكد ان اي قرار هيطلع يوم الاحد، وكل القرارات الموجوده على السوشيال ميديا وبعض الصحفيين اللي مجتهدين لا صحه لها، ويوم الاحد هيطلع القرار الصحيح ان شاء الله. هل عودة كروس، ولا هل في مدرب فني اجنبي ايطالي بجهاز كامل زي ما قلنا من شويه؟ هيجي كل ده باذن الله يوم الاحد في نادي الزمالك بقرارات مجلس اداره برئاسه الكابتن حسين نبي. طيب التشكيله اللي البلطجي كان عاملها النهارده ولا العبقري بتاعنا اوسوريو، عواد في حراسه المرمى، وفي يعني حركه حصلت لعواد. عواد الصراحه ما يسالش على الجونين، لان اللي يسال على الجونين حاتم سكر وعبد الغني الصراحه الاثنين ربنا ينتقم منهم وما يستحقوش تيشيرت نادي الزمالك اصلا، كبير عليهم وعلى اللي جابوهم اصلا النادي. عواد جاله شد عضل
في كوره كده كان بيلحقها، اللي الصراحه الكوره دي جون والكل قال عليها جون. حاجه من الاثنين، يا اما اللاعب ده ما بيتدربش تدريبات صح من العبقري عبد المنصف اللي جاي علشان خاطر ميدو وكان يراضيه يعني ايام مرتضى منصور واللجنه اللي كان المجلس اللي كان موجود، او يعني مش فاهم. انا هعديها. خط الدفاع حسام عبد المجيد اللي اصلا ما ينفعش يبقى مدافع في نادي الزمالك ولا ينفع امن على بوابه نادي الزمالك، والراجل حمزه المسلوسي اللي عايز حد يساعده الصراحه في موجود في الدفاع. نص الملعب رؤى يعني الله يسترها معانا، ودونجا اللي مستواه اتطور في نادي الزمالك الصراحه الفتره الاخيره. نضاي اللي ما عملش غير الجون وبعد كده هجمه زيها وبعد كده خلاص مات في الملعب، وبقى اللي قاعد يفتكس لي في نص الملعب وعمال يعمل كعب وبتاع وانت اصلا خسران، فانا مش فاهم موجود ليه في الملعب. ناصر منسي المهاجم اللي احنا لبسناه، والجزيري اللي خرج مصاب هو الجون اللي جابه برده ما عملش حاجه ثانيه في الملعب، وزيزو اللي الصراحه انا مش قادر اتكلم عليه لان زيزو عايز حد يساعده في الملعب بس، فانا ما اقدرش اقول كده في لعيبه ما اقدرش اتكلم عليه. اللي النهارده ما اقدرش اتكلم عليه عواد، مسلوسي، دونجا، زيزو، وشيكابالا لما نزل، غير كده ما اقدرش اتكلم عليه لاعب تاني في نادي الزمالك، وكله شبه بعضه وكله التيشيرت كبير عليه مع احترامي لاي حد. خرج ناصر منسي ونزل شيكا، خرج الجزيرة ونزل عمر جابر اللي خرج مصاب ونزل مكانه نيمار، خرج روى ونزل محمد طارق، وتبديل اضطراري خروج محمد عبد الغني ونزول البلوى حاتم سكر. البلوى حاتم سكر ولا كل الدعم ولا كل الزفت خلاص. انا مش شايف رجاله في الملعب ومش شايف لعيبه اصلا تستحق ان ترتدي تيشيرت نادي الزمالك. ده كله اقدر اقوله. انا عايز جهاز فني محترم، جهاز فني كامل بجهازه كامل، مساعد بمدير فني ومدير لياقه بكل حاجه، بمدرب حراس. اخلي واحد معاه مصر في الجهاز ويكون راجل عبقري، يكون راجل يقدر يديرها صح. وانا شايف ان هما اسمين بس اللي يقدروا يبقوا موجودين مع المدير الفني الاجنبي. واحد امير عزمي مجاهد، هو مدرب السكه الحديد بس مش مهم يسيبه ويجي نادي الزمالك. اتنين، انا كنت هقول سامي الشيشيني ولكن انا بعد الحركه اللي عملها ما اقدرش اقولها. اتنين ديت اسيبها لمجلس الاداره. اتمنى ممكن يكون حسين ياسر المحمدي يرجع تاني، او اسم يكون عارف يعني ايه قيمه نادي الزمالك وعارف يعني ايه. ممكن الكابتن عبد الحليم علي، الكابتن محمد صبري، الدكتور محمود سعد، يعني في اسماء كتيره محترمه تقدر تكون موجوده في هذا المركز في نادي الزمالك، ولكن اللي اتمناه مدير فني اجنبي، مدرب حراس اجنبي، مدرب لياقه اجنبي، جهاز يكون كامل متكامل اقدر احاسبه في نهايه الموسم بعد اي موسم. ان هو ان شاء الله عندنا مجموعات الكونفدراليه، ثم عندنا قبل نهائي يوم الاربعاء باذن الله كاس مصر، ثم تكمله بقيه الدوري. الزمالك حتى الان في المركز السادس برصيد 8 بونت، خسران ماتشين في 6 ماتشات. تخيل لما نادي الزمالك يخسر ماتشين في 6 ماتشات ويكسب ماتش ويتعادل الباقي، فدي فضيحه ودي مصيبه بالنسبه لجمهور نادي الزمالك اللي بيفهم وعارف يعني ايه نادي الزمالك وعنده دم وحاسس بنادي الزمالك. ولكن انا عندي لعيبه اقسم بالله التيشيرت ده ما تستحق انها ترتديه. بس ولا اللقاء لان الواحد تعب ومش عارف يطلع يقول ايه اصلا، الواحد ما كانش نفسه يتكلم، ولكن اتمنى ان دي تكون نهايه اسوريو بجهازه الكامل. انا مش عايز الناس دي كلها موجوده. انا الوحيد اللي اسيبه هو الدكتور محمد اسامه بس، غير كده انا مش عايز اي حد تاني في الجهاز لان الراجل ده بجد يشكر على مجهوده في نادي الزمالك. الى اللقاء في برنامج جديد الكره مع العشري، وان شاء الله باذن الله يكون في تغيير في الجهاز الفني قبل مباراة نادي بيراميدز يوم الأربعاء الساعة 8، مباراة قبل النهائي في كأس مصر. إلى اللقاء.